أجنحة الدجاج، هذا الوصفة كل ما نديرها في داري يلحسوا الطباسة من كثرة البنة نتاعها. هذا المرة جبتها لكم مع الرز، يعني راح نقدمها مع الرز. وصفة مشبعة وتجي بزاف بنينة. هذه الأجنحة محمرين في الفور، يجوا بطريقة رائعة وبطريقة بزاف بنينة. السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفة جديدة من وصفاتي. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. ما ننساش نرحب بالمشتركات الجدد ونقول لكم حبيباتي الدار داركم وانا راني غير الضيفة عندكم. راح نبدأ بالصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. كما راكم تشوفوا البنات في هذا القصعة او هذا القصعونة او هذا الصحن، حطيت فيه كمية مليحة من أجنحة الدجاج اللي كنت لميتهم. كل مرة نشري كمية ونكونجليها ونخليها. اليوم لميتهم ووجبتهم وقلت ندير لكم بهم هذا الطبق. كما راكم تشوفوا البنات هنا راح نتبل الاجنحه نتاوعي. درت لهم كميه مليحه من الكزبره الناشفه يعني البودره، ودرت لها درت الكركم، درت زنجبيل، توابل الدجاج، ودرت البابريكا، وزدت درت مكعب نتاع الجامبو يعني مكعب نتاع مرق الدجاج، ودرت لها كميه مليحه نتاع الهريسه ودرت كميه نتاع المطارد، يعني هذاك المطارد اللي راح يعطي لها واحد البنه ما شاء الله. هنا حبيباتي نعتذر لانه راح عليا تريسيتي وعاود ولا. المهم حبيباتي انا زدت درت لها كميه نتاع الزيت وكميه نتاع الخل، ودرت لها كميه مليحه نتاع الملح. باش تملحوها من البدايه لازم تملحوها مليح باش تعطي لكم هذيك البنه تجيكم ما شاء الله. كما راكم تشوفوا البنات هنايا استعملت يديا باش ندخل كامل التوابل في هذوك الاجنحه ويتبلونا مليح. كما راكم تشوفوا هنا البنات ننصحكم يعني كنصيحه، هنا كتبغوا ديروا هذه الاجنحه ننصحكم انكم ديروهم يعني نهار من قبل. يعني كي تحبوا ديروهم في الغداء ديروهم في الليل وخليهم في الفريجيدير وخليهم مع التوابل تاعهم يتشربوا مليح. واذا حبيتوا ديروا في العشاء ديروهم الصباح بكري وخليوهم حتى العشيه وطيبوهم. هنايا راح ندير يعني وصفة في زوج وصفات، يعني راح نغتنم الفرصة ونزيد نقدم معها هذاك الروز راح يجي بزاف بنين. كما راكم تشوفوا البنات حطيت يعني الأجنحة تاوعي حطيتهم بتجي خليتهم يتشربوا، يعني درتهم واحد الساعة. وهنا في كوكوطة حطيت هذوك أرقابي اللي قعدوا لي، زدت ضفت معاهم نفس التوابل اللي درتهم في هذاك هذوك الأجنحة. درت المطار، درت كميه مليحه نتاع الزيت، درت الملح. وهنا حبيباتي درت يعني قيس زوج مغارف نتاع الزروديه كنت قطعتها رقيقه، وثاني درت فيها كميه نتاع الزيتون الخضر كنت ثاني قطعته رقيق. وحبيبات تاع الزروديه كنت كرفشتها في رقيق، وزدت الكزبره الخضراء. هنا حبيباتي في هاد الاشوار كنت رحيت حبيبه نتاع البصله ونص حبيبه نتاع الطوماطيش، رحيتهم وزدت ضفتهم للكوكوطه نتاعنا. راح نخلط بهذا الطريقه، وراح نزيد نضيف يعني مغرفه نتاع الهريسه ونص مغرفه نتاع الطوماطيش كونسونطري. كما راكم تشوفوا البنات ضفت طوماطيش كونسونطري كما راكم تشوفوا مع هذيك الهريسه، وضفت الملح. وهنا راح نحطها حتى تقلى مليح حتى يعني هذوك يعني هذوك ارقابي راح يتشربوا هذوك التوابل، يعني تشربوهم مليح. ومن جهه تتقلى البرمه تاعنا مليح. يعني ديما كيما نقول لكم انا ديما في وصفاتي لازم تقليو البرمه تاعكم مليح باش يجوكم الاطباق تاعكم يجوكم ابنان. ديما ركزوا لي على التقليه، لازم تقليوها مليح. من بعد ما حطيتها الطيب ويعني غلقت عليها وخليتها طيب في خاطرها، وحطيت ثاني الرز حطيته ثاني يطيب في الماء. هنا لكم الاختيار، تحب تفوروا اللي تحب تغليه في الماء، انا غليته في الماء والملح. وهنا حبيباتي حطيت السنيوه تاعي وبديت نستف فيها هذوك الاجنحه نتاع الدجاج. وهذيك يعني التتبيله اللي قعدت لي في هذيك السنيوه كنت ضفت لها شويه نتاع الماء وزدت فرغت عليها باش يطيبوا فيها هذوك الاجنحه. وهنا حبيباتي نغلق عليها بالورق الطهي هو الاول.
وراح نزيد نغلق عليها من الفوق بال... عفوا بالالومنيوم كما راكم تشوفوا. يعني طريقة راهي سهلة مهلة. يعني هذوك الأجنحة راح يعني ما راحينش يديو معاكم يعني وقت بزاف. يعني غير نص ساعة راحين يطيبوا لأنهم ما فيهمش اللحم بزاف باش يعني يطولوا لكم في الطياب. راح يعني غير نص ساعة راح يطيبوا معاكم. هنا بعد ما طيبتهم نحيت لهم هذاك الألمنيوم وورق الطهي وزدت شعلت لهم الفرن من الفوقة وطفيت من تحته وخليتهم حتى نتحمروا لي كما راكم تشوفوا. كي تحمروا من الفوق نعاودوا نقلبوهم ونخليهم زيد نعاودوا نقلبوهم باش يزيدوا يطيبوا لنا الجهه اللي من هي، يعني باش تحمروا لنا للجهتين في زوج. هنا حبيباتي من بعد ما تحمروا معنا هذوك الأجنحة نحيتهم، وهنا راح نقدم لكم الرز مع هذاك الأجنحة. وهذيك لاصوص تاع الرز جات بزاف هايله وجات خاطره وجات ما شاء الله. هنا حبيباتي نعتذر نحس روحي راه الفيديو شويه ناقص اضاءه ما فهمتش على واه. المهم تبعوا برك الفيديو حتى للأخير وأكيد راح نشوفوا مراحل تاع كامل الوصفة. هنا حبيباتي حطيت الروز تاعي في هاد السنيوة، وهنا سقيت الروز سقيته غير من الفوق، ورايحة نحط أجنحة الدجاج نستفهم ساير داير مع هذاك الروز. يعني هذا الوصفة البنات غير جربوها، يعني هذه وصفة ما شاء الله مام في رمضان أنا نديرها في رمضان وتمشي يعني بطريقة مش معقولة، يحبوه بزاف في رمضان. ووصفة خفيفة ظريفة يعني ديريها ما تطوليش فيها. واكيد يعني البنة تاعها ديما حاضرة، يعني بزاف بنينة هذه الوصفة غير جربوها البنات واكيد مش راحين تندموا. كما راكم تشوفوا البنات ستفتها بهذا الطريقة. وهنا حبيباتي شوفوا الصحن تاعنا كيفاه جا بزاف هايل وجا المنظر تاعو بزاف راقي. راح نزيد لها غير رشه خفيفه نتاع الكزبره الخضراء او المعدنوس اللي يحب المعدنوس. المهم هذه اختياري والرأي رأيكم. شوفوا لي البنات هذاك الصحن تاعي كيفاه جا بزاف راقي وبزاف رائع. شوفوا لي البنات يعني قد ما نشكر لكم فيه ما نعطيلوش حقه. البنه تاعو واش نقول لكم البنات جربوه اكيد تكتشفوا البنه وحدكم، يعني بلا ما نقول لكم غير جربوه. هنا حبيباتي اللي اول مره دخلت القناتي اكيد نقول لك حبيبتي ما تنسايش تخلي لي اشتراك للقناه وفعلي لي هذاك الجرس باش يوصلوك جميع وصفاتي. وما تنساش تخلي لي جيم للفيديو، وما تنسايش حبيباتي اذا عجبكم الفيديو البارطاج. فرجة ممتعة.